بودكاست سكرين أرابيا. السينما عالم ساحر وثري، وخلف كل فيلم ومهرجان تفاصيل كثيرة. وفي بودكاست قعدة سينما أرافقكم أنا لحبيب الطرابلسي في رحلة بين كل هذه التفاصيل، ونكشف معا خبايا هذا العالم المثير من خلال حواراتنا ولقاءاتنا مع ضيوفنا العرب. بودكاست قعدة سينما مع حبيب الطرابلسي. مع تطور العالم تطورت طرق عرض وتوزيع الأفلام، فمن شاشات القاعات وأقراص الDVD وصولاً إلى منصات البث المتنوعة والمختلفة، وإلى جانب منصات العرض المدفوعة العربية والعالمية نجد منصات بعثت لتقدم محتوى عربي مجاني للمتابعين. ومن بين هذه المنصات منصة سينما للصوت، والتي تقدم أفلاما قصيرة عربية مترجمة إلى لغة الإشارة، ومنصة أفلامنا دوت أونلاين، والتي تتيح باقة من الأفلام العربية المستقلة مجانا لزوارها. في حلقة اليوم من قعدة سينما نستقبل روني عويت، مديرة منصة أفلامنا أونلاين، والمصري وجيه اللقاني، مؤسس سينما الصم. تحدثنا حول هذه المحامل الجديدة، عن خصوصية التجربة والعوائق التي تعترض هذه المنصات. أهلا بكم في قعدة سينما. وجيه روني، أهلا بكم. شكرا. أهلا بك حبيب. في بداية حلقتنا من بودكاست قعدة سينما هناك سؤال قار في حلقاتنا، وسؤال موجه لكما: من أين أتيتم إلى عالم السينما وكيف أتيتم إلى عالم السينما اليوم؟ روني؟ أنا درست إخراج بجامعة القديس يوسف ببيروت، ونقيت هذا الدومين لأنه حسيت أنه أنا شخص انتروفيرت، فبحاجة أعبر عن نفسي بطريقة معينة، وكثير بحب أني أوصل فكرة أو خبر قصص للعالم، لأنه بلشت مثلا أنا برسم، فرسم كان بالنسبة لي طريقة تعبير. بعدين حسيت أنه بدي ميديوم شوي مختلف، ففكرت بالصورة والصوت. هذا الشيء اللي دفعني أني نقي هذا الدومين بلش فيه. من بعد ما تخرجت من الجامعة أخرجت أفلام قصيرة، اشتغلت كمان كمونتوز، كمؤلفة أفلام قصيرة، وشوي شوي لما بلشت أتعرف على المخرجين والمنتجين بلبنان دخلت أكتر على عالم السينما، لأنه بلشت يعني كان عندي شوي تجربة بعالم التلفزيون اللي ما كتير حسيتها قريبة مني، فبلشت بتنظيم مشاريع سينمائية مثل أتوليه دو ريكريتور دو سيناريو. بداياتي كانت مع فونداسيون ليبان سينما ببيروت، مؤسسة سينما لبنان للسينما، وشوي شوي اتجهت أكثر نحو الإنتاج، فكمان اشتغلت كذا سنين وبعدنا شوي بشتغل بمجال الإنتاج السينمائي. وتعرفت من زمان على إكيب بيروت دي سي اللي هلأ صار اسمهم أفلامنا، فبلشت بدايتها معهم كمتطوعة بالمشاريع اللي بيعملوها بأيام بيروت السينمائية. فكنت أنا وزملائي بالجامعة نشارك بهذا المهرجان، نساعد قد ما فينا. شوي شوي صرنا نفوت على هذا العالم أكتر، تحمسنا أنه نشتغل أكتر وأكتر على بالسينما بهذا المجال، وشوي شوي صار عنا مسؤوليات أكبر. وهلأ صار لي 3 سنين مع أفلامنا اللي معروفة قبل ببيروت دي سي، مؤسسة بيروت دي سي، ومسؤولة عن البلاتفورم اللي اسمها أفلامنا دوت أونلاين. سنتحدث أكثر عن أفلامنا دوت أونلاين بعد قليل. وجيه، نفس السؤال. أنا خريج إدارة أعمال، وبعد ما خلصت الجامعة بدأت أروح أتفرج على، كان ساعتها بداية انتشار الفنون المستقلة بأنواعها، السينما والمسرح والموسيقى في المراكز الثقافية في اسكندرية، وبدأت يبقى لي علاقات كتيرة بأغلبية الفنانين المستقلين. في الفترة دي قابلني المخرج إبراهيم البطوط، وهو أول مخرج أو من أهم المخرجين المستقلين اللي عملوا إنجاز في المنطقة العربية. قال لي: وجيه، أنا عندي فيلم
اسمه حاوي، هتيجي تلعب دور ضابط. قلت له ابراهيم احنا اصدقاء، انا ما اعرفش امثل وماليش تمثيل. قال لي تعالى بس. رحت وانا على مضض على فكره، ورحت وصورت. وبعد ما صورت قلت له ابراهيم يعني لو انا وحش امسحني. الاقدار ان الفيلم يروح مهرجانات كتير وفي تعليقات كتيره على الدور بتاعي اللي هو كان مشهد واحد على فكره، ولكنه مشهد بمثل فيه فكره ضابط بيحقق مع راقصه وبمنتهى العنف كان بيتعامل معاها. وواحده واحده اخد جايزه احسن دور تاني في مهرجان جمعيه الفيلم. طب طب حلو تمام. اصبح الموضوع شوية. بجديه اكثر يعني. اكتر. في حاجات انت ما بتختارهاش، حاجات هي اللي بتخطفك. فشويه بقيت مهتم بفكره السينما المستقله اكتر، وحسيت ان انا واحد خلاص انتمي الى هذا الكيان الجديد والمجتمع الجديد دوت. بدات اروح اتفرج بشكل كتير جدا على افلام مستقله، وكانت كلام المخرجين في اللحظه دي ان مفيش سينمات بتعرض الافلام دي، وكانت في مساحات بديله ثقافيه. احد الافلام اللي كان بيتعرض في يوم كان فيلم مهم جدا، كان فيلم كندي اسمه في الليل يرقص في احد المؤسسات الثقافيه في اسكندريه. فيلم مبهر وجميل، ولكن الحضور هم انا ومخرج مسرحي وفنانه تشكيليه. الفيلم كان مبهر بالنسبه لي، الفيلم كان مبهر جدا بالنسبه لي. مشيت انا والمخرج المسرحي ورحنا قعدنا على قهوه منطقه شعبيه، كان ساعتها لسه شاشات LCD نازله جديد والناس بتتفرج فيها على الفوتبول. قلت لو كنا خدنا الفيلم ده ويتعرض للناس دي كان هيبقى مبهر جدا بالنسبه لهم. ومن هنا جت فكره سينما إفريوير. رحت مفكر فيها وخدت الافلام، رحت كلمت صحابي المخرجين والمنتجين الافلام المستقله، وبدات انظم عروض سينما إفريوير على المقاهي. وبعد كده شويه بقت سينما إفريوير تنظم ملتقيات افلام. بعد كده بقت كل دوت جه بشكل طبيعي، تروح لجمهور مثلا زي الصم وتعرض لهم فيلم ميوت صامت، بعد كده يقولوا تعالى تاني، بعد كده تقول لهم ده فيلم مستقل واللي عاملينه شباب، يقول لك طب ما احنا كمان عاوزين نتعلم نعمل افلام تتكلم عننا. تجي لك فكره ان انت تعمل ده فيلم لاب اللي تعلم الصم صناعه الافلام. شويه تبدا تترجم افلام، الاول توقف مترجم جنب الشاشه، ثم بعد كده في بروجكت تاني تقول لا هحط ترجمه، وهم يقول لك لا احنا عايزين الترجمه كبيره اكبر من كده، وهم اللي بقوا يطوروا في فكره المشاريع. اخر حاجه في المشروع الاخير بتاعنا سينما بلاتفورم فور ذا ديف، منصه سينما للصم، جت نتيجه ان احنا بنعرض بعض الافلام الامريكيه ضمن ملتقى الفيلم الامريكي ان احنا بننظمه، فبنترجم مجموعه من الافلام. فواحد من الجمهور من شباب الصم قال طب انا موجود وسطيكم النهارده بتفرج، طب انا عايز صحابي كمان تتفرج على الافلام دي، او انا واهلي نتفرج على الافلام دي، طب حطوها لنا على اليوتيوب. قلت لهم مش هنقدر عشان الكوبي رايت. فمن هنا جت فكره ان احنا نعمل المنصه. بالضبط. من اين اتت فكره منصه افلام ونادت اونلاين ريني؟ يعني قبل ما تصير منصه بعام 2020 بوقت الكوفيد، جائحة الكوفيد، لما الكل كان ما عم بيقدر يظهر من بيته، سكر اتصالات السينما. إذا لاحظتوا أنه على السوشيال ميديا في كتير من المخرجين قرروا أنه يشاركوا أفلامهم مع الأودينس. اللي صار ببيروت دي سي اللي صار اسمه أفلام، لما جاي عم نذكر في كتير من المخرجين الأصدقاء والمنتجين قرروا يتعاونوا لحتى يعرضوا أفلامهم من خلال اللي ما كان اسمها منصة، يعني كان أكثر مثل ويب سايت أفلامنا خلقناه لحتى نشارك هالأفلام مع عدد كبير من المشاهدين. شوي شوي تطورت الفكرة، حسينا أنه نحن منآمن بحق كل المجتمعات الوصول للسينما والفن، فلازم يكون في مكان عم بيقدر يأمن هيدول الأفلام المستقلة لعدد كبير من المشاهدين، وأغلبيتها أفلام ما عندهم الأكسس عليها بسهولة، يعني ما فيك تشوفها تحضرها بمكان تاني. من هون اجت فكرة انه طور هيدا الويب سايت اللي صار منصة أفلامنا .online. بسنة 2021 رجعنا أطلقنا المنصة عن جديد بحلة جديدة، وصار عنا أفلام مستقلة كتير عددها كبير عم تتبرمج على المنصة. كنا بالأول فورما إنه كل أسبوع
بينزل فيلم جديد على المنصة. هلأ السنة غيرنا شوي الفورما، صار كل أسبوع في فيلم بيضلوا لمدة 14 يوم لنترك مجال أكبر للمشاهدين، وقت أكتر ليقدروا يكتشفوا هالأفلام اللي نحن عم نطرحها. سنتحدث أكثر عن الأفلام. فبرمجة منصة أفلام أونلاين ليست برمجة دائمة، يعني الفيلم الذي يكون متاح على المنصة يظل مظبوط 14 يوم على المنصة، وكل أسبوع في فيلم جديد بيكون متاح، يعني بينزل فيلم جديد. هلأ البرمجة كيف بتصير؟ البرمجة بتصير نحن بنتعاون مع مبرمجين من العالم العربي اللي سوا منقرر شو هن الأفلام اللي ممكن نحطهم على المنصة، وعنا كمان شراكات، نعمل شراكات مع مؤسسات ثقافية ومهرجانات سينمائية أيضاً. السنة مثلاً عنا شراكة مع فستيفال أفلام اللي هو فستيفال الأفلام العربية بمارسي، اللي هو بيصير بمارسي، اللي هن عم بيحتفلوا السنة ب 10 إديشن لألهم. فالشراكة كيف عم بتكون إنه نحن كل شهر عم نختار فيلم انعرض سابقاً بالفستيفال وعم بيكون متاح على المنصة لمدة 14 يوم بالشراكة مع أفلام. فيما يخص البرمجة سنتوجه إلى وجيه بنفس السؤال. برمجة منصة سينما للصم، أعرف أن الأفلام دائمة هي على المنصة. البرمجة من خلال مبرمجين محترفين بيقدموا ترشيحات أولى للأفلام، ثم بعد كده بتحصل مناقشة ما بين المبرمج وفي وجودي كمدير للمنصة مع فريق من الشباب الصم اللي هم أساساً اتدربوا في مبادراتنا الأخرى اللي هي فيلم لاب، إن هم بقوا فيلم ميكر، إن هم يختاروا الاختيار النهائي للأفلام المناسبة لمجتمع الصم اللي هي تتعرض لهم. لأن احنا مش عايزين برضو نقول إن احنا جايين لمجتمع الصم بوجهة نظرنا، احنا عايزين يبقى هم اللي مشاركين أيضا في فكرة اختيار الأفلام بتاعتهم. فبيحصل الاختيار النهائي من خلال الصم. الأفلام مش دائمة، الأفلام بتبقى المدد على حسب شراء الحقوق من أصحابها، مدة 4 شهور 6 شهور سنة على حسب العقود. فبتتاح الأفلام على حسب المدة مع الموزع أو المنتج أو ملك حقوق الفيلم كمخرج أو أي شخص. وهل تقدمون لمنتج الفيلم بعد انتهاء مدة عرض فيلمي في المنصة الترجمة بلغة الإشارة؟ لا، في الاتفاق في العقد مفيش، ده مش متوفر. انما لو حد طلب مننا ان هو عاوز الفيلم بتاعه اهلا وسهلا بيه، لان هم برضو في نقطة مهمة جدا، ان في جزء من اصحاب حقوق افلام ادولنا الافلام دي يا اما بمبالغ بسيطة جدا، وفي جزء تاني ادولنا بالمجاني. هذه تدخل ضمن مشاركة والتزام بالقضايا الاجتماعية، لأن هم أبهرتهم الفكرة وكانوا هم سند رئيسي إن هم ادونا الأفلام. مش مع كل الناس، إنما الأغلبية العظمى من ملاك حقوق الأفلام كشركات أو كأشخاص كانوا داعمين بشكل جيد جدا. أفلام منصة سينما للصم أفلام عربية، هناك من مصر، من المغرب، من سوريا. في المرحلة الأولى هي أفلام عربية، احنا بنتمنى إن احنا نتوسع في أفلام أخرى، ونتمنى كمان إن إحنا نحط أيضا مسلسلات، لأن بناء على طلب الصم عايزين مسلسلات كمان. بس طبعا أنت عارف إن التكاليف لترجمة الأفلام، تكاليف شراء الحقوق، لو قدرنا ناخد ده وقد إيه المدة بتاعت ده، الأفلام الطويلة وحقوقها الصعبة واللي بتبقى طبعا في مشكلة كبيرة طبعا في ده جدا، وهي ان النهاردة في منصات ضخمة تمتلك المليارات. هل هذه المنصات تمثل عائق للمنصات العربية؟ لا، شراء حقوق الأفلام، أنا عم بحكي عن أفلامنا أونلاين، نعم بأكد هذا الشيء، لأنه عادة هدول المنصات الكبيرة اللي بتشتري حقوق الأفلام بيكون في أوقات كتير عقد exclusivity حصرية مع أصحاب الحقوق، يعني مشان هيك ما بيكون دايما عنا أكسس على هدول الأفلام المستقلة. فعلا. طبعا هو النهاردة كموزع أو ملك حقوق فيلم لما يتعرض عليه من منصة ضخمة مبلغ كبير جدا، ده حقه. أنا مش هقدر أقول له لا تخلى عن هذا، لأنه عشان يعمل فيلم تاني وده حقه وحق مجهوده، فما أقدرش أقول له لا ما تبيعش حقوق فيلمك للمنصة دي وتعالى اديني الفيلم بالمجان أو بمبلغ 1% أو أقل من 1% ممكن من اللي هتاخده من المنصة الكبيرة.
فعلشان كده برضو يمكن احنا بنبحث شوية في الافلام اللي صنعت من سنوات، ودي بتكون هو ابسط. افلام القصيرة برضو واللي خدت جوائز، واغلبية الافلام اللي موجودة على المنصة حاصلة على جوائز، ودي بيبقى التفاوض بشكل اسهل. ما هي العوائق الثانية التي يمكن أن تعيق منصات بث الأفلام العربية أو التي عاقتكم من خلال تجربة سواء منصة السينما للصنع أو منصة أفلامنا؟ بأفلامنا دوت أونلاين في نقطة مهمة يمكن أنا ما حكيت عنها، إنه كل الأفلام أغلبيتها متاحة عالمياً للمشاهدة عالمياً على المنصة. فواحد من العوائق هو إنه نقدر نأمن حقوقها عالمياً، لأنه في كتير أفلام عربية مستقلة عندها عدة موزعين بعدة بلدان، موزعين بأوروبا، موزع بأمريكا، موزع بالعالم العربي. فأنا نجمع هيدول الحقوق بعدة مناطق لنقدر ناخد هالحقوق ونأمنها. هيدي واحدة من العوائق أو الصعوبات اللي نحن بنواجهها. فعلا ده واحد من العائق التاني إن احنا عاوزين يتوفر عن سينما ديف دوت فيلم، عاوزين يتوفر مكتبة دائمة، والمكتبة تبقى عناوينها من الأفلام تبقى كتير. يعني احنا بدأنا ب10 أفلام، بنجهز 10 تانيين، يترفعوا ال10 الأولانيين لأن حقوقهم ما يخلصهم، وهنأمن 10 تانيين. بس احنا محتاجين يبقى فيه مش 10 لا 100 فيلم علشان المشاهد ما يملش، ما يخلص ال10 أفلام في أسبوع، في 10 أيام، ما عايز جديد، عاوز يتفرج تاني. هل واجهتم صعوبات تقنية في تحميل الأفلام، في جعل المنصات قابلة لعدد الزوار أو عدد المشاهدين؟ لأنه مثلا أشارك معكم تجربة شخصية من تونس مع إطلاق منصة عروض أونلاين. كانت أول مشكلة وجدها الجمهور مع أول يوم لإطلاق المنصة هو كثرة المتابعين فوقوف الخدمة. هل واجهتم مثل هذه الصعوبات في بداية المشاريع؟ احنا كانت عندنا تجربة أخرى أثناء الكوفيد، هي منصة شوف فيلم اللي هي متوقفة دلوقتي، بس عالجنا بعض المشاكل اللي تمت فيها في منصة سينما ديف دوت فيلم. إن احنا كنا اخترنا هوستنج كبير تصميمه إن هو يقدر يدخل عليه زوار كتير عشان ما تحصلش مشكلة ايرور. طبعا الافلام ما بتتحطش على البلاتفورم ذات نفسه، في موضوع تقني بيتحط على برنامج اخر يحمل الفيديوهات ويتم ربطهم ببعض بشكل تقني ما. التقنية موجودة يعني التقنية روني جهنا صعوبات تقنية، كنا بعدنا عم نجرب بالمنصة وقت رجعنا أطلقناها، بس مثل ما قال رجعنا على هوستنج أكبر. وكمان الشيء المهم كمان اني اذكره انه نحن عنا كتير عنا DRM، يعني في ليفل سيكوريتي كتير كبير على الافلام، لانه اكيد هيدا اول شيء بنفكر فيها، انه ما يقدر الفيلم اللي بيكون موجود على المنصة يكون بيراتي او فهيدي وحدة من اهم اشياء فكرنا فيها وقتها خلقنا هذا البلاتفورم. نتحدث عن عرض الأفلام في المنصات. هل وجود المنصات التي ازداد عددها وازداد نسق متابعتها بعد جائحة كورونا سيؤثر على التوزيع الكلاسيكي للأفلام؟ أنا بدي أحكي شغلة، إنه بما إنه نحن بأفلامنا دوت أونلاين هو عم نبرمج أفلام مستقلة عربية، بحس إنه أكتر تعتبر مثل منصة نيش للأفلام. فإذا بدنا نقارنها ما فينا نقارنها كتير بالمنصات الأخرى مثل نتفليكس أو شاهد، أو اللي هي أكتر عندها عدد كبير من الأفلام الكوميرشل. فبحس إنه ما فينا نلغي وجود المنصات الكبيرة، بس كمان ما فينا نلغي أهمية وجود هيك منصات عم بتقدم برمجة لأفلام عربية مستقلة، لأنه في جمهور لهدول الأفلام العربية وعم بيكبر الجمهور. وأنا عم بتفاجأ أنه العالم اللي عم بيفوتوا عم بيحضروا على المنصة منهم بس عالم جايين من الاندستري، يعني منهم بس صناع أفلام، يعني ناس كتير بعاد عن مجال السينما العربية عم بيكتشفوا هدول الأفلام. لذلك أنا بحس أنه طبعاً ما فينا نلغي البلاتفورمز كبار، بس أنه هيك نوع منصات عندها وجودها، وأنا أكيد أنه فيها تستمر. وبالنسبة للتوزيع في القاعات وجيه، بس أنا عايز أقول نقطة في الجزء بتاع المنصات وهتلغي الكلاسيكي. لا، أنا متهيألي وجود المنصات المستقلة العربية اللي بتقدم خدمة أفلام، عرض أفلام مستقلة، هي
كسر لحاجز واحتكار المنصات الضخمة اللي هي بتقدم رؤية تجارية في أغلبتها، بتقدم رؤية تجارية. احنا بندي الأفلام حياة جديدة لمشاهدين جداد بعيدا عن حواجز الحدود والجغرافيا، ان هم يقدروا لو انا مواطن عربي موجود في السويد اقدر اتفرج على فيلم عربي، او انا شخص انجليزي نفسي اتفرج على فيلم عربي مستقل اقدر اتفرج عليه، او انا في فلسطين عايز اتفرج على فيلم مصري مستقل، او في المغرب او في اي مكان عاوز اتفرج على فيلم من دولة تانية او من دولتي، ولكن غير متاح في القاعات او غير متاح في القرية او المدينة اللي انا فيها هقدر اتفرج عليه. هذا اللي بنرجع بنقوله انه حق كل الشعوب والمجتمعات للوصول للسينما المستقلة العربية، وأنتم تساهمان في وصول هذه الأفلام. المشاريع المستقبلية للمنصات على المدى القريب أو القصير على الأقل؟ بأفلامنا دوت أونلاين الشيء الجديد اللي زدناه على المنصة السنة إنه حبينا ندعم الجيل الجديد من المخرجين العرب الشباب، فأطلقنا مسابقة للأفلام القصيرة وسميناها مسابقة الجمهور لأفلامنا دوت أونلاين، اللي هن بنعطي 3 مواضيع بالسنة، وفي طبعا في لجنة بتختار عدد من الأفلام بيكونوا متاحين لمدة شهر على المنصة، والجمهور هو بيصوت لأفضل فيلم، وهذا الفيلم بنقدم له جائزة نقدية تشجيعية. فهذا الشيء اللي حبينا نعمله السنة لنشجع الجيل الجديد من الشباب المخرجين. ويعرض في المنصة طبعا على المنصة منصة أفلام دوت أونلاين، ولا سنقوم بترجمته للغة الإشارة ونعرضه كذلك في منصة سينما للصم؟ اتمنى ده جدا، اتمنى ان ان يحصل تعاون ما بين أفلامنا وما بين سينما ديف دوت فيلم. اتمنى ده طبعا، لان كلنا بنسهم ان احنا بنقوي بعض ككيانات صغيرة قدام كيانات كبيرة من أجل المواطن والمشاهد العربي أو المشاهد من أي حتة في العالم إن هو يتفرج على سردية أخرى وفيلم آخر مش متاح له. الجديد في منصة سينما للصم، الجديد هنحط كمان أول الشهر قادم 10 أفلام جداد، بالإضافة ل4 أفلام من صناعة الصم، لأن إحنا مش عاوزين برضو إن أفلام بس من صناعة تترجم للغة الإشارة، لكن يكون في ترجمة عكسية أيضا، أفلام صنعها الصم بلغة الإشارة ومترجمة للغة الإنجليزية ومع اللغة العربية بسبتايتل، علشان الهدف من مشاريعنا ومن المنصة إن المجتمع برضو يعرف إن في مبدعين تانيين معاهم من الصم، وإن هم يمكن أكثر إبداعا أو زيهم إبداعا، ويتفرجوا على عالمهم ورؤيتهم التانية لطريقة حكيهم السينمائي. جميل جدا. مع كلمة الختام أريد أن تذكر أين يمكن للمستمعين أن يتابعوا جديد منصات، سواء منصة سينما الصم أو منصة أفلامنا دوت أونلاين. روني. منصة أفلامنا دوت أونلاين www.aflamuna.online. اسم على مسمى. وطبعا بس بحب ذكر انه بما انه هي منصة مجانية غير ربحية، فاللي بده يفوت يحضر الافلام لازم يخلق حساب، كتير سهلة طريقة خلق الحساب، وبيقدر يكون عنده اكسس على كل الافلام وجي من خلال زيارته www.cinemadef.film. اسم على مسمى كذلك أو نفس الاسم سينما ديف على فيسبوك أو انستجرام، يعرف إيه الجديد عندنا ويتفرج ويعمل سبسكريبت، يشترك بعد كده بالإيميل بتاعه هيجيله في نيوزليتر. نحن كمان عنا نيوزليتر أسبوعية، هيجي النيوزليتر ومحطوط كل الكونتاكت بتاعنا، وممكن يكلمنا، ممكن يتواصل معنا على الإيميل، أي شيء. لمن يمكن أو لمن يرغب في المساهمة، سواء بمساهمة مادية لدعم المشروع أو المساهمة بفيلمه أو مقترح فيلمه، كيف يمكن أن يتواصل أو يساهم في هذه المشاريع؟ على أفلامنا دوت أونلاين في إيميل أدرس، في يكتبوا لنا ويتواصلوا معنا، إن كان لشراكات لمساهمة مادية ممكن، أو حتى للي راغبين إنه يقدموا أفلامهم وحابين أفلامهم يكون على المنصة. نفس الموضوع في cinemadef.film، في info@cinemadef.film، إيميل ممكن يتواصل معنا من خلاله.
عاوز يقدم فيلمه، وفي بعد كده لجنة البرمجة تشوفه، وعاوز يدعمنا إن شاء الله حتى معنويا، عايز يتفرج على الأفلام، احنا نبقى سعداء جدا. شكرا وجيه روني، شكرا لكم. شكراً لك. حبيب، شكراً. كانت هذه حلقة قاعدة سينما المخصصة للمنصات العربية المستقلة. شاركونا آراءكم حول الأفلام المتاحة على هذه المنصة، وتابعونا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ومحامل بث البودكاست لمعرفة مواضيع الحلقات القادمة. سجلت هذه الحلقة من قاعدة سينما على هامش انعقاد منتدى أفلامنا ببيروت.